السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جورية في بيتي. النهاردة يا بنات حبيت اوريكم حاجة بنات كتيرة بتعاني منها، وانا كمان كنت بعاني منها الاول. ان انا لما اجيب لبن ويروب مني، ده لبن راب مني اهوت. هقول لكم انا بعمل بيه ايه. انا بقوم واخده اللبن الرايب ده وحطاه في مثلا في كبة او في الخلاط او في اي حاجة اهو بالمنظر ده. انا حطيته اهوت بالمنظر ده وهمسكه اضربه اهوت يا بنات. بعد ما ضربته بصوا بقى بالمنظر ده. انا هقول لكم انا هعمل بيه ايه لما بيعملوا كده. ادي اللبن اهوت يا بنات. بعد ما ضربته في الكبه عادي، ممكن تضربيه في الخلاط. انا هعمله مع رز، بصراحه بيبقى طعمه خرافه. وبعد كده ما عدتيش انتي اي لبن هيجبن منك او هيروب منك مش هترميه. اول حاجه انا عندي اللي هو الطاجن الفخار ده شكله اهو يعني، يا رب يكون واضح. انا بشتريه هنا من عندنا. الواحد تقريبا عامل 7.5 تقريبا كده. انا هجيبه وقاد الرز. انا معايره رز على قده. هحط الرز في قلبي وارجع لكم. انا حطيت الرز في قلب الطاجن. احنا عندنا بصراحه مسمينه برام، مش عارفه بقى في اماكن تانية مسمينه ايه، بس انا حطيته في الطاجن ده. هبدا وديت بوله فيها شويه ميه. هبدا اخد اللبن اللي راب مني، اللي انا ضربته في الخلاط معاكم، وهبدا احطه على الميه بحيث ان يبقى قد الميه بتاعته قد الرز، وهاخده احطه عليهم اهوت. بعد كده هحط عليه الملح. ادي الملح اهو، هبدا احطه عليه. هو كده ملحه مظبوط. بعد كده هدخله الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن هوريه لكم. اهوت يا بنات. ده الرز وهو في الفرن. انا بعد ما هو عمل كده وعمل وش، يا رب يكون واضح اهوت. هبدا بقى اغطيه غطا بالطريقه ديت، وهوطي عليه النار لحد ما يتلدن. بعد ما يطلع من الفرن انا هوريه لكم اهوت يا بنات. الرز بعد ما طلع من الفرن ادي شكله اهوت. وعملته باللبن اللي هو رايب. كان ممكن اي حد تاني رماه وقال انا هعمل بيه ايه وما استفادش بيه، لكن انا وريتكم ازاي تعملوه. وبرضك في حاجات تانية للبن اللي هو بيروب مننا، ممكن هوريها لكم بعد كده بنعمله بيها ايه. وقاد الرز اهوت بعد ما اهوت شكله من جوه مستوي جميل، وبيبقى طعمه جميل بصراحه، بيبقى طعمه تحفه كمان. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب واشتراك للقناه، وما تنسوش تبقوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.